ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. بصوا بقى، عارفين اللحمه المشويه اللي احنا كنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده؟ انا جمعتها لكم كلها مره واحده، عشان كان فيديو احنا عملنا التتبيله وفيديو احنا عملنا فيه الطبخه الكامله على بعض. النهارده بقى اعمل لكم الوصفه كلها، بس كل اللي انا طالباه منكم يا بنات حطوا لي لايك للفيديو، كملوا الفيديو للاخر رجاء يا بنات عشان اقدر اكمل ال 4000 ساعه. تمام؟ لو حابين بقى تشيروا الفيديو لكل اصحابكم يبقى انتوا كده عملتوا الواجب معايا. بصوا بقى، اللحمه دي دايبه دوب وطعمها حلو جدا جدا. كوبايه رز بسمتي واحده، عملنا حله رز كبيره وكاننا عاملين رز بسمتي كلها. تمام؟ هقول لكم على كل الافكار، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. بصوا بقى، انا جبت اللحمه بتاعتي، اللحمه دي كانت في حدود 2 كيلو. طبعا ده كان فيديو انا كنت عامله فيه كذا وصفه، انا خدت المقطع وهاخد الحته اللي انا هعمل معاكم اللحمه دي بس. تمام؟ عشان نكون متفقين. فانا عندي حته اللحمه زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لنا جميعا. حته اللحمه كبيره، كانت تقريبا في حدود كيلو. انا هاخد منها بس على قدنا، يعني 5 حتات يا 4 حتات، يعني كل واحد حته، بس هنحط حته زياده. حد ياخد حته زياده، حد دخل علينا فتكون في حته موجوده تستر البيت. تمام؟ حابه تجيبي لحمه ملبسه وتشويها بتبقى تحفه جدا في الشوي بصراحه. بس للاسف دي انا مش شارياها، ولا كان جوزي اللي شاريها بايده، ده كان حد شاريها لنا، فكتر خير الناس. فانا هاخدها وهعملها على طول وخلاص. خدت اللحمه الحمراء علشان برضو معانا اطفال ياكلوا لحمه حمراء، هم مش هيعرفوا ياكلوا الملبس او الدهن او الكلام ده كله. فهاخد وهمشي شارحها بالعرض. انا عندي اللحمه بتاعتي بصي ماشيه بالطول، انا بقى لازم اقطع بالعرض. فتلة اللحمه لما تكون بالطول وتيجي تقطعها بالطول هتيجي تمضغ اللحمه، مش هتتبلع منك. ويا سلام بقى لو طفل صغير بياكل او حد كبير من الناس اللي هم العجوزه شويه، فمش هيعرفوا ياكلوا اللحمه ولا يعرفوا يبلعوها. فالافضل ان احنا نقطع اللحمه بالعرض. نشوف فتل اللحمه بتاعتها ماشيه بالطول، لا احنا نشوفها نقطع بالعرض. تمام؟ بالعرض تستوي معاكي بسرعه وهتتبلع معاكي بسرعه وبتبقى حلوه جدا جدا. هنيجي بقى على التتبيله بتاعتنا. التتبيله دي عباره عن ميه بصل، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الزعتر. هقلب كله في بعضه وهديهم ربع كوبايه من اللبن. عندك زبادي حط زبادي، بس انا طالما عندي اخر ربع كوبايه لبن حطيتهم. حطيت ليمونتين كبار، حطيت ربع كوبايه من الخل، وهظبط الملح. عايزه تجيبي توابل الشوي وبالذات اللي هي بتاعت كنور الاكياس دي، بتبقى حلوه جدا وبتظبط الطعم كل حاجه والله العظيم. عايزه اقول لكم انا عملت البرجر وعملت الكفته بالخلطات دي، عايزه اقول لكم ودت الطعم كاننا شارينه من بره بالظبط. فمش مشكله هيكون الكيس ب9 جنيه او 10 جنيه، بس عايزه اقولك انت تاكلي حاجه صح احسن بكتير مليون مره من اللي احنا شارينها بره. يعني طعم وريحه ونظافه، عايزه اقولك ريحه الحاجه اصلا قبل ما تسويها بتبقى ريحتها حلوه. فطبعا انا كنت جبت خلطه الكفته وخلطه البرجر، بس ما جبتش خلطه الشوي لان ما لقيتش، فمش مشكله هنعمل اي توابل من عندنا. وهنظبط الملح بتاعنا وهتبلها بقى واسيبها ممكن تقعد يوم. عايزه اقول لكم انا تبلت اللحمه بتاعتي وحطيتها في الفريزر، كانت اللحمه لسه جايه طازه من بره. مش ينفع ان انا اجيب اللحمه من الفريزر اخليها تفك واتبلها وبعدين ارجعها الفريزر، كده غلط جدا. لا، هي اللحمه تيجي من عند الجزار تتبل وتتعان في الفريزر براحتها. اللحمه تطلع من الفريزر تتبل وتستوي على طول. تمام؟ فانا بقى كنت سبتها يومين براحتها تتبل براحتها. انا كده كده اللحمه عندي كانت طازه فحطيتها براحتها في الفريزر. او هاجي بقى عشان اسويها، انا بصراحه عايزه اسويها على الفحم براحتك بتبقى حلوه جدا جدا. انما انا حبيتها تكون صحيه شويه، فبرشه زيت حاجه بسيطه كده على طاسه تيفال وهسويها تستوي على الطاسه بتاعتي. انا حطيت لها معلقه سمنه بلدي. حابه تحطي لها عندك دهنه او تقطعي قطع من اللي كده في الطاسه بتاعتك، تمام، اللي انت تحبيه اعمليه. الطاسه بتاعتي سخنه جدا جدا جدا، هنزل بيها باللحمه بتاعتي علشان المسام بتاعتها تتقفل وما تنزلش الميه بتاعتها. والله اللحمه بتاعتك نزلت منك الميه عادي جدا هتشربها، ونرجع برضو نزود لها ربع كوبايه ميه عشان اللحمه بتاعتي تستوي. طيب هي نشفت وما فيهاش اي ميه، زودي ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه لعند ما تلاقي اللحمه بتاعتك استوت. نخلي بالنا علشان احنا بنحط كميه ميه صغيره فما تتلسعش مني، او الميه دي تتبخر بسرعه واللحمه بتاعتي تتلسع، ساعتها الواحد هيزعل بجد. انا بغطيها علشان البخار يسويها كلها وقلبها يستوي. انا حباها تكون على البوتاجاز، حاجه ان هي صحيه، حاجه كمان مش تتشبع بالبخار او الدخان اللي هو اول اكسيد الكربون اللي طالع من الفحم. حاجه كمان انا بحسها ان هي بتشد او بتبقى ناشفه شويه على الفحم، فهنا افضل بكتير. وغير ان احنا حاطين لها اللبن والخل بيخلي الانسجه كانها دايبه وطريه وجوسي جدا جدا.
هختبر اللحمه بتاعتي، انا حسيت اللحمه بتاعتي كشت شويه فمش مشكله، خير ان شاء الله. واول ما الاقيها استوت كده خلاص بطفي عليها البوتاجاز. حابه انتي بقى تحط لها فحمايه صغيره تمام، انا مش حابه احط لها حاجه لان انا كنت حاطه الكفته، لما كنت عامله الكفته كنت حاطط لها فحم، فنخف بقى شويه من الفحم والكلام ده كله. عايزه تحطي فحم في الاكل بتاعك او حطي فحم مره حتى في الاسبوع او مره كل 15 يوم، بتبقى حلوه جدا عشان صحتنا والكلام ده كله. عايزه اقول لكم مره في الاسبوع كتير كمان، يعني كل ما تقدري، يعني كفايه مره في الشهر وخلاص. بس كده، المهم ما نكترش في الفحم والدخانه والكلام ده كله، علشان احنا عاملين اكل بيتي في البيت، حاجه صحيه حاجه نظيفه، فما نروحش برضو احنا نضر نفسنا بايدينا. بصوا بقى اللحمه بتاعتنا عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. هسيبها بقى تستوي براحتها، وتعالوا بقى اما نشوف الرز بتاعنا. بالنسبه للرز هحتاج حله، وطبعا هحتاج بصلتين حجمهم وسط او حجمهم كبير حسب بقى ما بتحب البصل. لو انت بتحب البصل زودي بصل، بيخلي الرز مسكر وطعمه حلو جدا جدا. معلقتين كبار من الزيت، حابه تحطي معلقتين سمنه بتبقى ريحتها حلوه جدا، والسمنه بتدي طعم اصلا للرز. فانا حطيت معلقتين زيت وخلاص. هشوح البصل لعند ما يديني لون شفافي، انا مش عايزه لونه يتغير مني. تمام. بالنسبه للرز البسمتي انا هحتاج كوبايه من الرز البسمتي. الرز البسمتي ده غسلته كويس جدا جدا وسبته يتنقع لمده نص ساعه في ميه عاديه. جيت بقى خلاص انا هحط الرز بتاعي، بحط الرز او هسوي الرز بتاعي، بجيب كوبايه من الرز المصري قصاد مثلا كوبايه رز بسمتي او نص كوبايه رز مصري، واخدهم بقى كله في بعض واغسله كله في بعض غسله محترمه. لازم الرز البسمتي يتغسل كويس، فهغسل كله مع بعض وخلاص. البصله بتاعتي بعد ما اتشربت انا بحط على كوبايه الرز البسمتي بحط قصاد منها كوبايتين ميه، كوبايه الرز المصري بحط قدام منها كوبايه ميه. انا بعمل الرز لوحده في الميه، يعني بعمل حساب الميه للرز البسمتي لوحده والرز المصري لوحده. دلوقتي انا عملت كوبايتين، واحده بسمتي وواحده مصري، يبقى انا هستعمل كوبايتين ميه وكوبايه ميه، يعني هستعمل 3 كوبايات ميه او 3 كوبايات شوربه. الشوربه بتكون اطعم بكتير جدا في الرز البسمتي. حط له معلقه صغيره بس من الكركم وبس كده. طيب انت لو مش عندك شوربه هتحط له مكعب مرقه الدجاج. غير كده انا مش عايزه احط حاجات كتير اللي هي اللومي واللورا والحبهان والمستكه والقرفه. الحاجات دي بتبقى بتطغي على طعم الرز وتحس ان انت بتاكل رز محبب كده، مش حلو خالص خالص. انما الطريقه دي حلوه وجميله، واللحمه بص عايزه اقول لكم دايبه دوب. ممكن تحطي فحم في الرز البسمتي كانه متبخر، بيبقى اجمل خالص. فشوفي انت بتحبي ايه، ممكن تجيبي في الفحم وتحطيه وتحطي اللحمه على الرز وتحطي فحمايه جوه حله الرز. عايزه اقولك كله بقى هيتبخر عندك بالفحم كانك عاملاه على الفحم بالظبط. عايزه اقول لكم اللحمه طريه جدا دايبه دوب بتتهري كده وجوسي وجميله خالص. الرز مفلفل معايا كله كانه رز بسمتي، مش حاطه فيه رز مصري. بالطريقه ديت انت لو عندك عزومه وعايزه تعملي رز بسمتي وغالي عليكي هتجيبي نص كيلو رز بسمتي وممكن تحطي قصاد منه رز مصري. بصي الطريقه او بصي حبايه الرز مفلفله وجميله جدا جدا. وانا بالنسبه لي خلصت فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير. بس اللي رجاء منكم يا بنات شيروا الفيديو لكل اصحابكم. مع الف سلامه.